اسمعوا معايا هذا، اسمعوا معايا وعلقوا وحدكم. المقطع هذا بالأمس بعد صلاة العيد وتلقي التهاني، يعني رئيس الجمهورية تلقى التهاني من الرسميين، لأنه في صلاة العيد بالأمس كاين حوالي 5-6 صفوف، يعني المسجد ما كانش معمر، شفنا الكاميرات طبعا، كاين 5-6 صفوف، 4 صفوف الأولين أمن، يعني كاين الصفوف زوج الأولين، الصف الأول الرسميين الوزراء وأعضاء الحكومة، والصف الثاني مسؤولين طبعا وفيهم بعض مصالح الأمن الرئاسي، والصف الثالث والرابع وممكن حتى الخامس نفس الشيء، رجال الأمن بالزي المدني، قندورة وكذا وكذا ورجال الأمن. الصف الأخير مواطنين جاوا بكري، جاوا ممكن 10 تاع الصباح باش يصليوا العيد، لأنه ما يقدرش يدخلوا بعد، لما يوصل الرئيس ما كاش الدخول، المنطقة كلها مغلقة. كاين اللي جاوا ممكن صلاوا الفجر وقعدوا ثم، لأنهم على بالهم باللي يجي الرئيس قاعدين ثم، صلاوا الفجر وقعدوا، فيهم نساء ورجال. واحدة سيدة من السيدات اللي كانوا يصلوا في العيد، ممكن في راسها جات تصلي العيد باش توصل صوتها لرئيس الجمهورية، لأنها متضررة، ضرت يعني تهلكت. وش قالت المعيشة غلات، توصل صوتها للرئيس. هي على بالها بلي كان 4 صفوف تاع أمن ما توصلوش، لكن قالت ممكن نوصل له صوتي، ممكن يقول لهم عيطوا لها هذه روح وش بيك، تحكي له مشكلتها، يا سيدي الرئيس انا ما عنديش سكنه، ما عنديش ماكله، ما عنديش شراب، ولادي مش خدامين، كذا كذا كذا، ممكن تحكي له همها. تعيط المعيشه غلات. كاين بعض اللي كانوا معاها مواطنين نفس الشيء، رفعوا صوتهم باش يوصلوا صوتهم لامير المؤمنين، لرئيس الجمهوريه، لولي الامر، لحاكم البلاد. يا سي تبون المعيشه غلات، مش قادرين نعيشوا، يا سي تبون مش قادرين نعيشوا، ما عيدناش كما الناس. لماذا ارتفع صوتها وتعيط؟ لأنه مصالح الأمن، المكلفين بالأمن جاوا سكتوها وخرجوها تعيط، والآن راهي معتقلة. إذن نقول للرئيس تبون، المرأة التي كانت تطالب بحقها وستقف معك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذه ما جاتش تدير في الفوضى مسكينة، جات تقول يا سي تبون رانا ميتين بالشر والمعيشة غلات، شوف لحالنا. تم اعتقالها وهي رهن الاعتقال الآن، راهي بايتة عند مصالح الأمن، عند الشرطة، وممكن جدا يديروا لها تهمة بتهديد الأمن العام، وممكن يديروا لها أي تهمة. إذن أنا أحمل المسؤولية لمصالح الأمن اللي اعتقلوها، ونتمنى أن هذه الرسالة تصل إلى رئيس الجمهورية. المرأة التي كانت يعني تطالب بحقها تم اعتقالها، والمكلفين بالصوت في التلفزيون الجزائري، لأنه هما اللي نقلوا، تم معاقبتهم نفس الشيء في انتظار محاكمتهم. نعم، فرقة التلفزيون اللي كانت مكلفة بتغطية صلاة العيد، جماعة تاع الصوت لأنهم نسوا الميكروفون مفتوح، المعلومات اللي عندي أنهم رهن التحقيق، ما همش رهن الاعتقال،
ولكن راهن التحقيق شكون اللي دارها بالعاني، دار سابوتاج، خلى الميكرو مفتوح وين المراه تعيط. علاش تخلوا المراه صوتها يوصل للرئيس؟ مفروض ما يوصلش، راهي في الصف الاخير. ما اذا الصوت تاع المكبرات الصوت كان مفتوح، لهذا السبب اللي يوصل صوتها الى رئيس الجمهوريه. اذا هذا المقطع تاع الفيديو نتمنى انه يوصل الى رئيس الجمهوريه، وهذه امانه في اعناق محيط الرئيس. انا لا اتكلم على زريبه الاعلام وزريبه الاعلام والاتصال، ما نهضرش عليها، نتكلم على محيط الرئيس العائلي. نتمنى من افراد عائله الرئيس او من اقاربه او اخوه او اي واحد من العائله يوصل له. قال المراه مسكينه اللي طلبت حقها راهي في السجن، والجماعه اللي غلطوا خلوا الميكروات مفتوحين نفس الشيء راهم في التحقيق. لماذا توصلون الحقيقه الى رئيس الجمهوريه؟ وعلاش تكشفوا فينا وتروحوا تقول الرئيس بلي المعيشه غلات؟ لازم تتعاقبوا، لازم تتعاقبوا. اذا ما على بالكش سي تبون، الناس راهي تعاني.